الأهلي يتعادل مع غزل المحلة بدون أهداف ويفقد نقطتين جديدتين في الدوري المصري الممتاز. الأهلي حقق أكتر من 10 فرص وما قدرش يجيب منهم كرة واحدة بس هدف. الأهلي عمل كل شيء في كرة القدم ولكن الحظ وعدم التوفيق كانوا واقفين أمامه في مباراة غريبة جدا جدا. ريفيرو مدير فني غريب، مدير فني جبان جدا جدا ومش قد النادي الاهلي. ريفيرو في الشوط الثاني سحب عمر كمال اللي ما كانش موافق ونزل مكانه نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا اصلا بيلعب ستة وديانج بيلعب ستة، اصبح الاهلي بيلعب باتنين ستة في نص الملعب في مباراة اصلا غزل المحلة فيها ما بيروحش للشناوي. مش عارف بصراحة التغيير ده كان عبارة عن ايه. المفروض انا هسحب عمر كمال يبقى انزل راس حربة تاني، انزل محمد شريف جنب جريديشار. جريديشار كان بينزل يعمل محطة وكان بيسحب لعيبة غزل المحلة. المفروض يبقى في راس حربة تاني في قلب الصندوق يقدر يترجم الاهداف، ولكن تغييرات ريفيرو كلها غريبة. بيسحب لعيب مكان لعيب، ما بيغيرش حتى طريقة اللعب. علاء عبد العال كان موقف اللعيبة كلها قدام المرمى، بيلعب بتكتل دفاعي غريب. مدير فني لعب 4 ماتشات ما جابش ولا جون وما دخلش فيه جون. طب انا هكسب اضرب التكتل ده ازاي؟ ما انا نازل راس حربة تاني اخلق فرص اكتر. ان انا بسحب جريديشار لنص الملعب، مفيش مهاجم جوه الصندوق. كان واجب ان لازم يكون في راس حربة تاني. نغير الطريقه من 4-3-3 ل 4-1-4-1 يا اما 4-4-2. ولكن الاهلي يخسر نقطتين جديدتين في مباراه غريبه جدا. المباراه الجايه امام بيراميدز، انا مش عارف هنعمل فيها ايه. بيراميدز ضعيف جدا وتعادل ماتشين وخسر ماتش ومش موجود اصلا. يا ترى بقى هنكسب ولا هنضيع بقى الدوري بدري بدري؟ ربنا يستر من اللي جاي.